الشاورما العربي سهلة لذيذة بسيطة. هنعمل معاها تومية النهاردة من غير مايونيز، حلوة جدا. تومية الزبادي، انا من انواع التوميات اللي بعشقها تومية الزبادي، احلى بكتير قوي من التومية اللي هي بالنشا. جربوها زي ما بقول لكم، على ضمانتي هتعجبكم جدا. انا في العموم بعملها بالمايونيز، بس النهارده قلت خلينا اعملها بالزبادي بلا مايونيز، ونخلينا ماشيين طبيعي ونعمل بالزبادي. اتمنى من المشاهدين الجدد اللي بيشرفوني يشتركوا في القناه وفعلوا الجرس اختاروا الكل علشان يوصلكوا كل جديد. هنا انا هعمل تلت كيلو بس فراخ، مش اكتر من كده. هيعملوا حبه حلوين لان احنا سندوتشات بنضيف فيها البطاطس، بنضيف فيها التوميه، بنضيف فيها كمان الخيار، فبنكترها بالبطاطس. هنا حطيت ربع كوبايه عصير برتقال، وحطيت معلقه كبيره خل، وهنحط كمان عليهم معلقه كبيره عصير ليمون. لو انتوا هتعملوا نص كيلو فراخ زودوا شويه. هنا الليمون انا حطيت ليمونتين علشان الليمون ده مقروض صغير مش كبير، فالميه فيه ناشفه شويه، وكنت محتاجه اضيف ليمونتين. هجيب كمان معايا دبس فلفل، الفلفل الاحمر اللي هو الحلو. لو انتوا بتحبوا الشطه ضيفوا شطه. دبس الفلفل هو الهريسه، هريسه الفلفل العاديه، لكن اللي حابب يضيف شطه اوكي، اللي حابب يضيف بارد براحته. انا بضيف بارد، انا عاملاها وشايلها في الفريزر ولما بحتاج باخد منها. الطريقه دي حلوه قوي، عاملاها وموجوده على القناه، جميله جدا جدا. بعد ما ضفنا هنا ده، لو حابين تضيفوا بشر ليمون ضيفوا، انا مش هضيف بشر ليمون، اكتفيت خلاص بالبرتقال والليمون. هنضيف هنا نص كوبايه زبادي الروب او اليوجرت. هنيجي بقى بعدين هنضيف ملح وهنضيف فلفل اسود. هنضيف كمان معاها بعدين معلقه كبيره من بهارات الشاورما. بهارات الشاورما انا عاملاها على القناه، لو انتوا ما عندكوش بهارات شاورما ممكن تضيفي عادي معلقه صغيره بابريكا، ضيفي جنزبيل، وضيفي بهارات فراخ، وضيفوا بصل، وضيفوا حبهان، وضيفوا توم باودر وبصل باودر لو ما عندكوش البهارات. لكن البهارات اللي انا عاملاها حلوه جدا جدا كافيه، مش بتضيفي معاها اي حاجه تاني، يعني كافي هي المعلقه الكبيره وزي الفل. في ناس بتحب طعم الهيل الحبهان، فممكن تضيفي حبهان بعدين لوحديه. انا بحب الحبهان، بحب طعمه، فهضيف حبهان كمان معاها بعدين. بس دي التتبيله مش اكتر من كده. في ناس بيضيفوا مكعب ماجي، عايزه تضيفي مكعب ماجي هنا ضيفي. انا بالنسبه لي ممكن هضيف بهارات فراخ لكن مش هضيف مكعب ماجي، يعني ممكن نص معلقه بهارات فراخ مع معلقه كبيره من بهارات الشاورما علشان تطعم لي الفراخ. الفراخ بتحب البهارات. وضفت هنا معلقه كبيره صويا صوص فاتح، النوع ده هو اللي انا بستعمله، بس حاليا قليل مش لاقياه. ده الحبهان اللي قلت لكم عليه. كده خلاص التتبيله بتاعتي خلصت، مش هنضيف حاجه تاني. هنقلبهم كلهم مع بعض وهنضيف بعدين زيت. يعني بصوا ربع كوبايه زيت مش اكتر من كده، لان احنا واحنا بنسويها مش بنضيف زيت خالص. هنيجي بعدين ناخد الفراخ بعد ما قطعناها وهنحطها مع التتبيله دي جوه كيس ثلاجه بس، وهنقلبهم كده مع بعض وهنربط الكيس ونحطه في التلاجة، وهنعملها تاني يوم. بسيطه جدا وسهله. حابه تتبليها وتركنيها في الفريزر وتعمليها وقت ما تحبي في اي وقت تاني براحتك اللي انت عايزاه. انا ساعات بتبلها كده وبشيلها في الفريزر، وقت ما احتاج بخرجها، بتبقى سهله معايا ومتبله وخلاص وموجوده وجاهزه. وانتوا بتقطعوا الشاورما حاولوا تقطعوها صوابع رفيعه قوي، ليه؟ علشان في السندوتش تتحشي تبقى كتير. كل ما ترفعي القطعه كل ما يبقى افضل، هتستوي معاكي كمان بسرعه والسندوتش يبقى مليان. اكيد انتوا فاهمين قصدي، علشان يبقى فيه فراخ وفيه البطاطس وفيه المخلل بتاع الخيار. كده انا هربطه خلاص وهحطه في التلاجة. هكتب لكم تحت في صندوق الوصف البهارات اللي تضاف دي، او هكتب لكم بهارات الشاورما براحتكم اللي انتوا حابينه استعملوه. لكن بهارات الشاورما اللي انا عاملاها والله العظيم رهيبة حلوة جدا جدا. خلاص احنا كده خلصنا. هنيجي تاني يوم هنسويها. في تركة حلوة قوي بتتعمل بس انا ما عنديش بصراحة، خلصت. لو عندكم دهن او ليا حطيها في الطاسه الاول، حط الدهن او اللي هي قطع صغيره في الطاسه، خليها تسيح وبعدين طش الفراخ عليها، انزلي بقى بالشاورما عليها، هتاخدي طعم حلو جدا جدا. انا في المعتاد بيبقى عندي ليا او دهن من اللحمه بعمل كده، بس المره دي ما عنديش بصراحه خلصت. فلو عندي كنت عملت التركه دي، بتخليها في حته تانية خالص. طبعا احنا كده نزلناها بالتتبيله بتاعتها كلها، هنقعد نقلب فيها لغاية لما تستوي معانا. في ناس بتنزل حبة شوية ويستوي بيحطوهم على جنب وينزلوا تاني، لا هي طاسة كبيرة معايا فأنا هنزلهم كلهم مرة واحدة، هقعد أقلب فيهم لغاية لما يستوي. في تركة تاني الناس بتعملها، لو انتوا حابين تاخدوا ريحة تدخين بتشغلي فحماية على البوتاجاز تولعيها، وبعدين بتحطي في النص الفنجان وبتحطي الفحمة مع كام نقطة زيت وتغطي الطاسة
بحيث الشاورما تاخد ريحه التدخين، ريحه الدخان، ريحه المشوي. براحتكم، عايزين كده اوكي، مش عايزين ملهاش لازمه، انا ما عملتهاش اصلا. بس كده هنقعد نقلب في الفراخ لغايه لما تستوي. هي كده كده مش بتاخد وقت على فكره، 10 دقايق بس وبتكون استوت. سهله وبسيطه وحلوه جدا. اهم حاجه تبقي متبلاها من قبلها بيوم، من بالليل تتبل وتاني يوم تعمليها. هتشيلها في الفريزر زي ما قلت، خلاص اوكي. انا مش هخلي الفراخ هنا تشرب التتبيله كلها، عايزاها تبقى جوسي شويه، علشان بتبقى طريه على الطفل وهو بياكلها. لو انتوا حابين تنشفوها خالص براحتكم، لكن كل ما تبقى جوسي كل ما تبقى افضل. بتلاقي طعم التتبيله فيها حلو جدا جدا، وطعم البرتقال مع الليمون عامل طعم غير بصراحه، مختلف تماما. جربوا التتبيله دي حلوه قوي قوي. كده خلاص زي الفل. انا وصلت للمرحله دي بالنسبه لي كافي. هسيبها على كده، مش هنشفها. هجيب رغيف عيش وهسقسقه بقى شويه منها، وبعدين هضيف الحشوه. اللي حابب يعمل كده، مش حابب خلاص يعني حط التومية بتاعتك واشتغل على طول. جربوا طريقة التومية دي، حلوة جدا واقتصادية وصحية في نفس الوقت. انا جبت بطاطسية سلقتها لما هريتها وصفيتها من المية خالص، وبعدين حطيتها في الكبة وحطيت معاها نص كوباية زبادي بس، مش اكتر من كده. وهضيف معاها كمان ربع كوباية زيت، وهضيف ملح، وهضيف عصير ليمونة، ومعلقة صغيرة خل. بس كده. في ناس بتحب تضيف سكر، وهنضيف فص توم. لو انتم من الناس اللي بتحبوا تضيفوا سكر زي انا، ضيفوا معلقة صغيرة، يا اما سكر يا اما عسل، حاجة من الاتنين يعني، ده او ده. ليه؟ العسل مع السكر ومع الثوم ومع الملح بيديكي طعم حلو، بيديكي طعم يعني كأنك حاطه مايونيز. احنا مش حاطين، بس كأنك حاطه مايونيز. كده خلاص انا حطيت كل حاجه. هفرمهم بقى في الكبه وهوريكم القوام بتاعها. حلوه جدا جدا جدا. احنا خلصت وعملنا منها تاني. هنا ما عنديش توم كبير، التوم كله طلع مقروط صغير، فحطيت 4 صغيرين خالص، دول يعني بمثابه فص توم كبير. ما تكتروش التوم، كل ما تكتر التوم كل ما تكتر الحموضه، فهو فص واحد كافي قوي. هفرمهم في الكبه وهوريكم شكلها كمان هيبقى ازاي. لما تضيفوا الزبادي ما تضيفوش الزبادي كتير، خلوا بالكم هي مش خفيفه، هي لسه هتتقل. لما تدخلها التلاجة شويه او تسيبيها ترتاح، ليه؟ البطاطس اصلا فيها نشا. لما تضيفوا الزبادي ضيفوا الاول ربع كوبايه حسب حجم البطاطسايه. انا عندي البطاطسايه كبيره عشان كده ضفت نص كوبايه. هنجهز السندوتشات خلاص. هنجيب الخبز بتاعنا، تورتيلا، خبز اللي هو السوري العربي براحتكم حسب الموجود عندكم. ده انا كنت عاملاه يعني، قبل ما اشتغل عملته. الكوبايتين الدقيق عملوا معايا 7 ترغفة. بعد ما دهنا كده التومية، حطينا المخلل بتاع الخيار، وهنضيف كمان عليهم هنا البطاطس عادي متحمرة في الزيت او حمرية في الفرن، او لو عندك اير فراير براحتك. كتري البطاطس علشان ما تحطيش كمية كبيرة من الفراخ، ده لو عايزين تقتصدوا. عايزة تحطي كمية كبيرة من الفراخ براحتك، مفيش مشكلة. كل ما تقطع البطاطس رفيعة والفراخ رفيعة خيار رفيع، كل ما يبقى افضل في الساندوتش، بالذات لو في اطفال. لو في كبار مفيش مشكله عادي، الشباب بياكل، لكن الطفل لا، راح يخلي الحاجه تبقى رفيعه افضل. بنتني الساندوتش من تحت، وبعد لما بنتنيه بنلف رول وبنقفله. حابه تسيبيه ابيض كده زي ما هو خلاص تمام، حابه تديله صدمه براحتك زي ما تحبي. في اطفال ما بتحبش يبقى الساندوتش ناشف عليها او متحمص او محمر، بيحبوه زي ما هو كده ابيض، فانتوا زي ما تحبوا بقى قدموه. انا هديله صدمه بعدين وخلاص، مش هعمل اكتر من كده. وهقدمه بقى مع التوميه. حابه تقدميه مع حبه مثلا خيار تاني، انا ما ضفتش كاتشب معاه، بس كافي التوميه خالص. بعد ما خلصت انا اديته صدمه كده بسيطه في الطاسه، مش في الجريل المره ده، عملته في الطاسه بس وخلاص، وقدمته كده مع التوميه وبس. في ناس بتقطعه بقطع صغيرة، بس القطع الصغيرة دي منظر بس، يعني منظر للتصوير، ولكن لما يجي الطفل ياكل هتقع منه الحشوة. انا جربتها قبل كده ما عجبتنيش بصراحة. لازم يبقى محشي افضل، وهو بيبقى مقفول من تحت احسن بكتير جدا جدا. جربوا الطريقة دي، حلوة جدا وهتعجبكم بصراحة قوي قوي قوي. وبس كده، واتمنى لكم الصحة والعافية والستر يا رب.